الحلقة في الجزائر مع تقرير أعده أحد مشاهدينا هناك. عبد الحليم بشراكي تعمق في مشكلة السكن وأرسل لنا هذا التقرير. منذ أزيد من 12 عاما تقف هذه العمارات الشامخة في قلب مدينة سيج غرب العاصمة الجزائرية، زاهية بألوانها وخاوية على عروشها. لم يسلمها المسؤولون المعنيون لأسباب تعددت بين القانونية والإدارية وغيرها. وغير بعيد عنها ببعض مئات من الأمتار تتحول هذه المخازن المهجورة التي بناها الاستعمار الفرنسي بغرض تخزين القطن إلى ملاجئ تقي الناس حر الصيف وقر الشتاء منذ أكثر من 15 عاما. لم يجد العم محمد حرجا في أن يدعونا إلى تقاسم مأساته بعض من اللحظات. يعيش في هذا المخزن المهجور رفقة زوجته و6 من أبنائه، يصنعون غرفهم بأوراق من القش والبلاستيك. وتناجي أحوالهم ثقوب السقف البالية وكومات القمامة المترامية في أطراف ملجئهم منذ سنين، والتي تشهد حق الشهادة على صراعهم المرير ضد قساوة الطبيعة. إلى جانب العم محمد تعيش عائلات أخرى الأوضاع المزرية ذاتها، وفي الوقت الذي تتوالى فيه تعاقبات المسؤولين المحليين تتعاقب الفصول باستبدادها ويكسو العراء أطفالها لتنتظر لفتة رحمة تنتشلها من مستنقع الوبال الذي هي فيه. وعلى الرغم من مناشداتهم المتكررة والدائمة إلى المسؤولين المعنيين، إلا أنهم لم يجدوا بعد حلولا ممكنة لهذه التراجيديا السوداء التي تعيشها هذه العائلات. علما أن مثل هذه الأوضاع تفترض تدخلا حازما وفوريا من أعلى القطاعات المسؤولة. هذه العائلات قد أمضت أزيد من 15 عاما تحت رحمة طاولة المقامرة ما بين الصيف والشتاء، وربما إلى أجل غير مسمى. عبد الحليم بشراكي لقناة BBC. نشكر عبد الحليم ونشكر كل من شارك معنا في هذه الحلقة.